السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا متتبعي القناة، طابت أوقاتكم. أعزائي الكرام، بكل أسف وحسرة يتلقى الشعب المغربي صبيحة يوم الأحد 27 دجنبر 2020 خبر وفاة الوزير السابق والقيادي في حزب الاستقلال محمد الوفا. وقد أكدت مصادر من داخل حزب الاستقلال أن الراحل غادر الحياة بعد تدهور حالته الصحية من جراء إصابته بالفيروس اللعين. إنا لله وإنا إليه راجعون. محمد الوفا من مواليد مدينة مراكش سنة 1948، سياسي ودبلوماسي، حصل على الإجازة في العلوم الاقتصادية بكلية الحقوق بالرباط، حصل كذلك على دبلوم الدراسات العليا في العلوم الاقتصادية بباريس، ثم دبلوم السلكتات بمعهد التنمية الاقتصادية بباريس. وفي سنة 1976 شغل الوفا منصب أستاذ مساعد بكلية الحقوق بالرباط. أما بالنسبة لمسيرته السياسية فلقد تم انتخاب المرحوم نائبا برلمانيا بين سنة 1977 و 1997. كذلك ترأس ما بين 1983 و 1992 المجلس البلدي بمدينة مراكش، وهو عضو في اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال منذ سنة 1982. وبعد انتخابات المغرب سنة 2011 تم تعيين المرحوم رسميا في 3 يناير 2012 على رأس وزارة التربية والتعليم في حكومة بن كيران، ممثلا لحزب الاستقلال تحت رئاسة عباس الفاسي في تحالف حكومي. وفي يوليوز 2013 قررت الأمانة العامة لحزب الاستقلال وهي تحت قيادة حميد شباط توقيف محمد الوفا من مهامه الحزبية، مبرر الحزب موقفه هذا بسبب مخالفته لقوانين الحزب وأنظمته ولوائحه. هكذا أعزائي نقف اليوم مرة أخرى لنودع أحد عمالقة وطننا، وهكذا تأبى سنة 2020 أن ترحل دون أن تخطف المزيد من الأسماء والشخصيات جراء فيروس كورونا. لا يسعنا سوى أن نقول إن لله وإنا إليه راجعون. تغمد الله المرحوم برحمته الواسعة وأسكنه فسيح جناته.